التاريخ 12/12/2025 صبيحة الجمعة فلنا ولكم. فالآن الشيء طلعني شيء مهم جدا، وأتمنى أي زول المقطع ده مر عليه يشيره، مهم جدا ومهم للغاية. البلابسة ديل اليومين دي طبعا مطلعين إعلانات لمسيرة وضعوا لها تاريخ معين. فالمسيرة هم بروجوا إنه دارين تأييد الشارع السوداني، لكن ده ما الغرض من المسيرة. أنا بديك الغرض من المسيرة شنو، وبديك الكلام ده موثوق من مصادر. الغرض تجميع المواطنين كبار وصغار، رجال ونساء، تمام، يطلعوهم في الشوارع ويصوروهم بس مباشر والعالم كله يشاهد. وبعد داكت عندهم فهم دارين يتموا الفهم، يتم استهداف المدنيين دي نفسهم من قبلهم هم نفسهم، وبعدها يتم هيستهدفوكم هم نفسهم. دي الخطة اللي هم أصلا حاليا عايزين ينفذوها. الناس زي ما عندهم أخلاق، وأنا بقول لك الكلام ده يا الشعب السوداني، يا أخوي خليك في بيتك، برا مسيرة، برا كلام فارغ. فيبقى إنه وجودك في بيتك مهم. أنا بديك الكلام ده شهيد الله، أنا ما عندي فيه مصلحة، لكن أنا بقول لك الكلام ده لأنه المصادر عندنا هي اللي بتنقل لنا المعلومات الحقيقية، ونحن المفترض نوعيك ونوريك اللي بيحصل شنو. الناس زي فقدوا كل حاجة، يبقى إنه بتجربتك أنت الأعزل تطلع في مسيرة يستهدفوك هم نفسهم. عفوا، خليك في بيتك، خليك في بيتك حرصا على سلامتك وسلامة أولادك وسلامة جيرانك. خليك في بيتك، شوف نهاية اللي بيحصل فيها شنو. أوعاك تمشي في تجمعات وتأيد وطالع في الشوارع. ناس ما عندهم أخلاق، ما عندهم أخلاق. الناس اللي بيطلعوا بيحتفلوا بيتبسموا بيفرحوا في موت بشر، ديل ما ناس، ديل ما بشر. والله لو أخوك شقيقك طلع وفرح فيه خير، فيبقى إنه دي رسالة مهمة جدا وصلها لكل الأهل ولكل الإخوة ولكل الشباب. والله حيستهدفوكم بمسيرات هم نفسهم ويصوروكم. ديل النوع شنو؟ ديل النوع